مرض السكر من أشهر الأمراض حاليا، لدرجة إن في سنة 2022 حوالي 60% من الناس اللي أكبر من 30 سنة كان عندهم سكر وعايشين بيه حسب منظمة الصحة العالمية. من 100 سنة بقى تتخيلوا إن السكر ده كان مرض عادي؟ الإجابة لأ، السكر ساعتها نقدر نقول إنه كان سرطان العصر، وإن الدكتور يشخصك بالمرض ده كأنه كان بيحكم عليك بالإعدام. ده يخلينا نسأل نفسنا ليه السكر كان سرطان العصر من 100 سنة؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في الفيديو ده. قبل أي حاجة لازم نفهم إيه هو مرض السكر وإزاي بيحصل، وعشان نفهم ده محتاجين نعرف إن الجسم بتاعنا عشان يتحرك محتاج طاقة، والطاقة دي بتيجي بسبب الجلوكوز، وده يعتبر المصدر الأساسي اللي جسمنا بيستعمله عشان يطلع منه طاقة. دلوقتي الجلوكوز بيجيلنا إزاي؟ بكل بساطة بناخده من الأكل وبيدخل للدم. ودلوقتي بقى نيجي للخطوة الأهم، إزاي جسمنا يقدر ينقل الجلوكوز من الدم للخلايا علشان يطلع منه طاقة. هنا بقى بيجي دور الأنسولين. الأنسولين هو هرمون بروتيني بيطلع من البنكرياس وبيروح للخلايا وبيرتبط بمستقبلات عليها وبيخليها تنشط مستقبل ينقل الجلوكوز من الدم للخلايا. يعني بكل اختصار الأنسولين كأنه بيشيل الجلوكوز ويدخله الخلايا. في مرض السكر بقى المشكلة بتحصل هنا إن مفيش أنسولين، أو في أنسولين بس مش شغال، فأنا مش قادر أدخل الجلوكوز جوه الخلايا، فطبيعي الجلوكوز يبدأ يتراكم في الدم، ولما بيتراكم في الدم يبدأ يعمل لنا مشاكل. من ضمن المشاكل دي إن السكر الموجود في الدم بيسحب المية من الجسم، فيبدأ المريض يحس بالعطش الشديد وإن ريقه دايما ناشف، والجسم كرد فعل بيحاول يتخلص من السكر الموجود في الدم، فبيبدأ ينزله في البول، ويبدأ من هنا المريض يدخل الحمام كتير. ومش بس كده، كمان السكر الزيادة اللي موجود في الدم بيأثر على الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة في شبكية العين، فيبدأ المريض على المدى البعيد يحس بزغللة في عينه وإنه مش شايف كويس. وكمان الأوعية الدموية اللي بتغذي الأعصاب، فيبدأ المريض يحس بتنميل في أطرافه، وممكن يتطور الموضوع لفقدان الإحساس في أطرافه كلها. الموضوع فعلا خطير وبيأثر على الجسم كله. بعد ما فهمنا المرض، دلوقتي بقى ليه علاج المرض ده كان صعب قبل 100 سنة؟ المشكلة كانت إن العلماء ما كانوش يعرفوا إن البنكرياس له دور في السكر، وكان المرض بالنسبة لهم مجهول تماما، والموضوع بدأ من زمان جدا، وحتى القدماء المصريين وصفوا المرض ده على ورق البردي. ومش بس كده، كمان ابن سينا ذكر أعراض المرض في كتابه القانون في الطب. بس لحد 100 سنة فاتت كان العلاج مجهول تماما، لحد أما ظهر عالم اسمه فريدريك بانتنج في سنة 1921. العالم ده قرأ شوية أوراق بحثية بتقول إن في مادة بيفرزها البنكرياس ليها علاقة بالسكر في الدم، فساعتها راح لعالم اسمه جون ماكلاود في جامعة تورونتو في كندا، وعرض الفكرة عليه إنه هيجرب يشيل البنكرياس بتاع الكلاب ويشوف إيه اللي هيحصل لها، وبعدها يستخلص العصارة اللي بتطلع من البنكرياس ويحقنها للكلاب تاني. والمفاجأة ساعتها إن الكلاب لما البنكرياس بتاعها اتشال ظهر عليهم أعراض السكر، ولما حقنهم بالعصارة بتاعته الأعراض دي اختفت. وقعد يجرب كتير هو ومساعده تشارلز بيست لحد اما استخلصوا المادة المسؤولة عن المرض ده، وكانت مادة الانسولين. هنا بقى بانتنج حاول يجرب الدواء الجديد، وفي سنة 1922 جرب الدواء الجديد على طفل اسمه ليونارد تومسون، وده كان أول مريض سكر يتعالج بالإنسولين، لأن العلاج ساعتها لمرض السكر كان علاج صعب جدا، وهو إن المريض يبطل ياكل علشان ما يعليش السكر في دمه، ويادوب ياكل حاجة بسيطة جدا عشان ما يموتش من الجوع. وده كان علاج صعب وبيخلي المرضى يعانوا مع المرض ووزنهم يقل ويعانوا من سوء التغذية. نرجع بقى لليونارد تومسون. ليونارد تومسون بعد ما أخد الإنسولين للأسف النتائج ما كانتش أحسن حاجة، لأن درجة نقاء الإنسولين المستخلص ما كانتش كبيرة، وفي نفس الوقت جاله حساسية منه، وده بقى اللي خلى العلماء يستعينوا بشخص اسمه كوليب علشان يساعدهم في تنقية الإنسولين المستخلص، ومن هنا بدأت حكاية الإنسولين. وفي سنة 1923 بانتنج وماكلاود خدوا جايزة نوبل في الفيزيولوجي والطب، وللأسف كان في خناقات كتير بينهم، لأن بانتنج ما كانش مقتنع بدور ماكلاود، وكان شايف إنه ما يستاهلش الجايزة، وإن بيست كان أحق منه وتعب أكتر، وده اللي خلى بانتنج يشارك فلوس الجايزة مع تشارلز بيست. وبرضه ماكلاود شارك نصيبه في الجايزة مع كوليب، لأنه كان شايف أهمية دور كوليب في تنقية الإنسولين، مع إن كان في مشاكل كتيرة جدا ما بين العلماء على أحقية الاختراع ومين ساهم أكتر في الاختراع ده، إلى إن الأربعة كانوا متفقين إن الإنسولين للناس كلها مش ليهم بس، وده اللي خلاهم يبيعوا براءة الاختراع بتاعتهم $1 علشان الإنسولين يكون متاح للجميع، وإن الدواء ما يكونش مصدر للأرباح الشخصية. وهنا بانتنج قال جملته المشهورة Insulin doesn't belong to me, it belongs to the world، إن الإنسولين ينتمي للعالم كله مش ليا أنا بس.